أسدل الستار على قضية الطالبة المصرية نيرة أشرف بعد تنفيذ حكم الإعدام لها اليوم الأربعاء نتيجة رفض الطعن المقدم من قبل فريق دفاع المتهم. وكانت جريمة نيرة قد هزت الشارع المصري العام الماضي بعد أن قتلها المتهم محمد عادل ذبحا أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدهاقلية. وعلق والد نيرة بعد إعدام المتهم: أنا بحمد ربنا بنتي دلوقتي هتستريح في تربتها، وإن ربنا رجع لها حقها وهتستريح في فرشتها دلوقتي الحمد لله. بنتي مش هترجع تاني وأنا مش فرحان، لكن ده عدل ربنا عشان أحس إن بنتي أخدت حقها وهي دلوقتي أكيد مرتاحة في تربتها.